النقابه ونائبه الكاتب العام النقابه الوطنيه للمياه والغابات. دونك اليوم جينا كنفذوا البرنامج النضالي اللي ستراتو النقابه الوطنيه للمياه والغابات، اللي كيتمثل اليوم في وقفه مركزيه مع اضراب عن العمل على الصعيد الوطني. جينا باش كنحتجوا على عدم تصريف التعويضات الجزافيه اللي كتستافد منها شغيلات المياه والغابات لاكثر من 40 سنه، وهو مكتسب للشغيله، وما يمكنش ولا يعقل انها هذا العام الاداره باغيه تجهز على هذا المكسب ديال الموظفين. ثانيا كنطالبوا بحوار جاد ومسؤول في القطاع لتفادي الاحتقان، كيبان لنا غير التسويف والتماطل وعدم تنفيذ ما هو اللي كنتفقوا عليه مع الاداره ما كيتنفذش. ثالثا جينا كذلك كنطالبوا انه يتعاود مراجعه القانون الاساسي اللي كان القانون الاساسي احادي الجانب الدار من طرف الاداره في غياب تام للشريك الاجتماعي اللي هي النقابه الوطنيه للمياه والغابات، وبالتالي بعد فيه كيتضمن هذا القانون الاساسي واحد عدد من الثغرات اللي ما كتفيدش شغيلات القطاع المياه والغابات وما كتحسنش الوضعيه ديالهم. كذلك كاينه النقطه ديال اصلاح مؤسسات الاعمال الاجتماعيه، وكذلك ادماج حاملي الشواهد في المراتب المستحقه ديالها. كتلاحظوا انه مستوى الاحتقان وصل للذروه ديالو، وبالتالي الاداره مسؤوله على هذا الاحتقان وليس النقابه وليس شغيله القطاع المياه والغابات. الناس كيطالبوا غير بحقوقهم العاديه، ما كيطلبوش حتى شي حاجه اللي زعما خارج القانون، وبالتالي الاداره خصها تستجب لهذه المطالب. ودابا غنسالي وغيكون جمع عام داخل المقر ديال الاتحاد المغربي للشغل لتقييم هذا البرنامج النضالي ديال النقابه الوطنيه، وكذلك لتصدير برنامج اخر اما تصاعدي اما لاحتواء هذا الاحتقان اللي كاين داخل القطاع المياه والغابات. دريس عدا الكاتب العام النقابه الوطنيه للمياه والغابات. اليوم كما كتشوفوا وقفه حاشده ديال الموظفين ديال الوكاله الوطنيه للمياه والغابات على مطلب مركزي هو حمايه الحق ديالهم في التعويضات عن التنقل. هذه التعويضات هذه اللي هي مكتسبه منذ اكثر من 30 سنه، واللي للاسف لاسباب تدبيريه لحد الساعه ومنذ شهر واحد في هذا العام هذا لم يتم صرفها في هذه الظروف اللي كنعرفوها كاملين، مزريه وظروف اللي هي كيعيشها الموظف كيعرفوها المغاربه كاملين، ماشي غير الموظفين ولكن خصوصا كنهضروا على الموظفين. هذا الحق هذا الان كنا بصدد حوار مع الوزاره ديال الفلاحه بحضور السيد المدير العام ديال الوكاله، والان كاين اتفاق على انه يتم صرفها في اقرب الاجل، وكنطلبوا من الاداره انها دير الخدمه ديالها وتصرف هذه التعويضات حمايه للحقوق ديال الموظفين، وباش ما يبقاش عندنا هذه الحاله ديال التوتر اللي تفرضات علينا وحنا ما غنسكتوش عليها. تحيه.